السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم مطبخ منوح. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وسمحوا لي على الغياب ديالي عليكم. اولا كنقول لكم عواشركم مبروكه باش ما تمنيتوا بالصحه والعافيه والغفران والطاعات ان شاء الله يا ربي، والله يدخلنا رمضان علينا وعليكم بالصحه والسلامه يا ربي. في هذا الفيديو هذا اليوم غادي نشارك معكم السر ديال التعليكه ديال السلو بالعذاب، كيجي بقوامه مذاق ديالو هائل وتحميره ديال الوجه. بما انني كنت حضرته صراحه انا هذا في الولاده ديالي، يعني في النفاس، كانت طلباتني واحد الاخت شحال هذه على باش وجدت السطل ديال سلو شحال خاصها. هنا غادي نشارك معكم مجموعه ديال التفاصيل باش ينجح معكم سلو، يعني تصايبيه لراسك الا كنتي حامله ولا هذا ما تحتاجيش يعني المساعده وكنتي بعيده، غادي تصايبيه لراسك ان شاء الله بلا تماره وبلا حتى شي حاجه، مع سير بسيط اللي غادي يسهل عليك الخدمه ديالو. حتى الناس اللي بغاو يصايبوا لي كوموند علاش لا، حتى هما هذه طريقه يستافدوا منها. ونخليكم تتابعوا معايا الفيديو من الاول للاخر. انا هنا غادي نبدا معكم مباشره. خديت 2 كيلو ونص ديال الزنجلان اللي حمرتها على نار هادئه، الزنجلان كيكون غسلناه طبيعتها قبل ونقيناه، غادي نحمرها وغادي ننتقل مباشره باش نقليه حتى اللوز باش نحيد عليا الاول الطياب، عاد نبدا نخلط. بالنسبه للوز خديت هنايا 2 كيلو ونص ديال اللوز، النص ديال الكميه خديته فسختو وبيتو ليله كامله حتى نشوف مزيان، وكنقليه على نار تكون على في الزيت اللي تكون بارده، وكنبقاو نحركوا فيه حتى يتقلى باش كيجينا مقرمش وكيبقى محافظ لينا على القرمشه ديالو. هذا هو السر، انكم تقليوه في زيت بارده. غادي ننتقلوا للطحين. خديت 3 كيلو ديال الطحين، ممكن ديروا حتى 5 كيلو في هذه المقادير، ولكن 3 كيلو باش كيجيكم مقوم وباين المذاق ديالو. حمرناه وغربلناه وحطيناه في هذا البو باش غادي نخدموا. ضفت ليه كيلو ديال السكر كلاصي، كنغربلوها حتى هي ضروري باش ديك التكركيبات كيتحيدوا. بالنسبه للزنجله اللي حمرنا كنقسموا على 3، جزء كنرجعوا بخاليني، وجزء كنخليه صاين هكاك حبه صاينه، وجزء غادي نهرمشو يعني يكون غير مهرمش ونخوي في هذا. غادي نبداو نطحنوهم. غادي نبدا بالجزء الاول هو اللي غادي نهرمش كيف على هذا الشكل هذا صافي، يعني كيكون غير كيتهرس ما كيبقاش صاين، غادي نديرو. والجزء الثاني غادي نرجعو على شكل بخانيني، يعني هكا كنبقاو نطحنوا فيه حتى كيطلق ليدام ديالو بحال غنصايبو املو. هنا الماكينه كتعيش شويه، الا كانت عندكم هكا بقى تريحوها وتكملوا حتى تولي لكم على الشكل، لان هذا الليدام هذا هو اللي غادي يساعدكم باش ما تضيفوش كميه كبيره ديال الزيت. مباشره هنايا غادي نضيف لها كيلو ديال الكاوكاو، نقيته حتى هو، نشفته حمرته وهرمشته على هذا الشكل هذا. كنخويه كنخليه مهرمش باش كنحسوا شي حاجه تكون كروكون في السلو ديالنا، ما يكونش عاوتاني كلشي مطحون ملس. مباشره كنضيف لها واحد 4 ديال الإيلان اللي محمره ومطحونه، هذه كتبقى اختياريه ولكن راها يعني صحيه. بالنسبه للناس اللي كيبغيو حاجه اللي تكون صحيه راه مزيانه غيديروها. هنا غادي ناخذ 4 معالق ديال المسكه حره طحنتها مع شويه ديال السكر سنيده وصافي. غادي نخويها ايضا في الخليط ديالنا، يعني تطحن مع السكر اولا طحنوها بوحده في مهراز صافي. وغادي ندير هنايا 3 معالق ديال النافع و3 ديال المعالق ديال حبه حلاوه اللي دفيت حمرتهم يعني شويه وطحنتهم. هنايا خديت داك اللوز اللي كنت ديجا كما قلت لكم 2 كيلو ونص، هنايا راه كيلو خليتها محمره على هذا الشكل هذا في الفران، وكيلو راه فسختها وقليتها، ونص كيلو حتى هي راه مع داك الكيلو اللي درت نص كيلو، يعني حتى هي عزلتها بوحدها مفسوخه وكلشي، قليتها اللي غادي نخليها صاينه اللوحه في السوف ديالي. بالنسبه لهذا الجزء الاول اللي بقشورو غادي نديرو بخاليني، وبالنسبه للاخر ها انتما كيف ما كتشوفوا هرمشوا هذاك اللي حمرت او قليت في الزيت، كنهرمشوا على هذا الشكل هذا بحال درنا الكاوكاو وكنوضعوه في الخليط. هنا راني درت 4 ديال القرفه. هنا راه انا صورت معكم وانا خدامه وكنت متقله يعني، فكنت كندوز صراحه المراحل كامله. المهم صبروا عليا كنشرح لكم. وبالنسبه لهنا ديال اللوز ف هذا رجعته بخاليني، يعني طحنته مزيان حتى ولا على شكل بخاليني هكا صافي. هنا غادي ندير الكوزه. انا حكيت 4 ديال الكوزات، ما تجيكمش كثيره، راه ما كتكون يعني ما كثيراش، ما غادي يضر حتى شي حاجه باش ما تخافوش. الناس كيقولوا لك لا بزاف، راه 4 الكوزات هنايا راه في هاد المقادير راها ما غادي دير حتى شي حاجه، يعني راه كونتيتي راه كبيره. بالنسبه هنا درت الزعفران الحر ديال تاليوين حتى هو دفيته وحكيته. كنديروا واحد شويه الملحه تقريبا واحد المعلقه، وغادي نبدا نخلط هاد المكونات هادو مع هاد الطحين هذا، يعني غادي نلبس داك الطحين بهذاك البخاليني ديال الزنجلان والبخاليني ديال اللوز، ومع داك اللوز نحاولوا نحركوهم شويه كيف ما كتشوفوا. انا هنا داير لكم لا تسي على والو، خدامه على خاطري وصورت لكم يعني هذا الفيديو على طبيعته، لحقاش ما كنتش معوله نصورو، غير قلت باش نشاركو معكم باش تستافدوا. هنايا بديت كنضيف في الزبده نوازيت. انا راه خديت 2 كيلو ديال الزبده نوازيت اللي ديال الزبده ممتازه،
ورديتها نوازيط، يعني بقيت كنطيبها حتى ولات نوازيط. صافي ولبست عليها وزدت ايضا 2 كيسان ديال الزيت. بقيت كنحرك هادشي كامل بما انني ديك الساعه كنت متقله ما نقدرش نحرك، فالتحريكه الاولى دوزتها كامله في الماكينه في العجانه، وعاد ضفت ليها داك الزنجلان اللي صاين وداك اللوز اللي صاين. هنا ملي ضفتها ليهم خلطتهم مع بعضياتهم واحد شويه. هنايا ممكن تخليو هاد المرحله هكا، يعني تذوقوا واش السكر ديالكم صافي هو هذاك، وتخليوه على هاد الشكل. الناس اللي ما كيبغيوش السلو يكون معجن يخليوه بحال هكا، واللي كيبغيو التعليكه غادي نوريكم السر. التعليكه باش يعطيكم هذا التعليكه كنديرو في الماكينه العجانه. انا عندي من عندي كبيره كتعاوني، كنوضعو فيها كنخليه كيطرب حتى كيلقوا داك المكونات الزيت ديالهم من راسهم وكيخرجوا هي لهاد الشكل هذا. كيجي معلك راه كيخرج واحد الليدام اللي ما تتخيلوش، يعني ما تحتاجوش انكم ديروا كميه كبيره ديال الزيت، فقط خدموه في العجانه لمده ديال 10 دقائق او 8 دقائق هو كدور، راه كتطلق ليدام وكتعاونكم وكتسهل عليكم، يعني ما كتعدي حتى شي حاجه. فقط ملي كتسالي هنايا غادي ناخذو وغادي نديرو عاوتاني في داك البانيو الكبير اللي كنخدم فيه ديال الماكله، وغادي نخلطو مع بعضياتو باش ينسجم ليا، لحقاش درت تخليطه في تخليطه يعني جزء بجزء في الماكينه، فكنخلطهم باش يجيو ليا منسجمين مع بعضياتهم. ها نتوما شوفوا هنا التعليكه اللي عطاتنا، تعليكه خطيره. واخا تعيمد لكيه بيديك، بقيت تعيمد لكيه بيديك راه ما غاديش تخرج ديال الزيت هذا كامل منها. تبارك الله زعما هاد الماكينه كتعاون، وهذا هو السر اللي كيخدموا به صحاب الكوموند والمخبازات الكبار اللي كيصايبوا سلو، ما كيتعذبوش معاه باش يجيهم يعني مزيات وميدم بحال هكذا. فقط كيخدموا في الماكينه، والماكينه كتطلق له ليدام على هذا الشكل هذا. سيرتو بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا لي بيفي ولا بغاو يديروه بريسيج، راه هكا كيبغي يكون بحال هكا يعني معلك. هنا راه درت لكم غير تقديم بسيط غير باش تشوفوا زعما كيفاش كيجي. وبالنسبه كما قلت لكم اللي بغى يخليه يكون ناشف فيجمعوا في المره الاولى صافي ويخليه ناشف، يعني يفركو مزيان غير بيديه بلا ما يحتاج يطلق داك ليدام ويجمعوا. هنا غادي نوريكم الطريقه ديال الصفات بيه بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يوجدوا مثلا نفاسهم 15 يوم قبل اولا شهر قبل. فانا كندير بحال هكا، كناخذ مثلا السطل ديالي كنبدا ندير جزء بجزء وكنبقى نضغط عليه، كل جزء كندير كنبقى نضغط عليه مزيان بيديا حتى كنعمر الطاسه ديالي كامله باش كيجيني مقاد، كيجي ساهل في اننا نهزو ولا نعمروه في طبيصلات ولا هذا. صافي كنعمر السطل ديالي بالنسبه للكميه اللي عطاني. هذا راه كيعطي سطل لاروب، يعني فايت النص وربع سطل لاروب، راني صورت لكم باش تشوفوا شحال باقي، يعني غير ربع ويعمر سطل. تبارك الله كونتيتي كتعطي يعني كونتيتي كبيره. وكما قلت لكم راه كيجي غزال صراحه، وراه تحميره الوجه، يعني انا حاجه اللي كتعجبني وكتعجب الناس اللي كيذوقوه عندي، فكنتمنى ان شاء الله انه يعجبكم. وبالنسبه للبنات اللي كيسولوا على الثمن ديال لي كوموند اللي بغاو يخدموا كوموند يعني ديال سلو، فكيبقى صراحه على حسب نتيا وشحال درتي فيه ديال القوام، يعني شحال درتي فيه ديال اللوز، واش كثرتي اللوز على كاوكاو، واش درتي الطحين بزاف، واش كثرتي القوام على الطحين، وهي غاليه. مهم الثمن ديالو كيبقى ما بين 150 حتى ل 200 درهم على حسب نتي القوام اللي نتي دايره. وما تنساوش عاوتاني راه السوف فيه تماره ديال التنقيه ديال الغسيل، يعني الواحد اللي باغي حاجه ديال الدار دائما راه مختلفه على ديال الزنقه، يعني راه باش تغسليه وتنقيه وتحمريه وتقاديه كنضربوا تماره فيه ديال بصح، يعني هذا هو الثمن المناسب ديال البيع، واللي الاغلبيه ديال الحلويات اللي كيخدموا به هنايا هو هذا. مهم كنتمنى ما نكونش طولت عليكم في الفيديو، ونتمنى ان شاء الله انه يعجبكم. ما تنساوش تخليو لي لايكاتكم وتشاركوا مع الاصدقاء ديالكم لمالا للتشجيعات ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد ومع وصفه جديده باذن الله. والسلام عليكم.